بقالي فتره كبيره قوي بدور على مكان يكون بيعمل فراخ مشويه بس فعلا يكون خادمها صح. وللاسف جربت اماكن كتيره قوي وبرده ما عجبتنيش الفراخ، فقررت ان انا هعملها بنفسي. اول حاجه انا جبت حته زبده حلوه كده وابتديت ان انا احط عليها شويه توابل هقولها لكم دلوقتي كلها. اول واهم حاجه شويه زعتر وشويه من الروزماري وكمان فلفل اسود ومعاهم شويه من الكزبره وشويه من البابريكا، معاهم رشه من الجنزبيل وكمان شويه من الثوم والبصل البودر، وما نسيتش طبعا احط فصين ثوم حلوين، وفي الاخر شويه من الملح. وابتديت ان انا اقلب كل ده مع بعض، ولما كل حاجه بقت تمام جبت الصينيه حطيت عليها الفرخه وابتديت ان انا افصل الجلد عن اللحم. وده مهم جدا لان انا عايزه احشي الفراخ نفسها بالزبده، فعايزه الزبده تبقى بين اللحمه والجلد كده. وطبعا بعد ما احشيها كويس جدا بالزبده من جوه ابتدي بقى اعمل لها مساج حلو كده من بره واغلفها كلها بالزبده. وبعد ما خلاص كل حاجه بقت تمام جبت لي شويه بصل كده مفرومين او متقطعين زي ما انتم شايفين، مش هتفرق كتير، وابتديت ان انا احشي بيهم الفرخايه. والملك بقى بتاع الاكله دي هو الروزماري، ابتديت برده ان انا احشي بيهم الفرخه. وعايزه اقول لكم ان بجد الروزماري بيغير طعم الفراخ خالص وبيخلي ريحتها حلوه قوي. وفي الاخير كده بحب احط عود من القرفه برده بيغير من ريحه الفراخ. كده الفرخايه بقت زي الفل وبتقول خلاص يلا دخلوني الفرن. جبت سلوفانه زي ما انتم شايفين وابتديت ان انا اربط لها رجلها. والحركه دي بحسها ان هي اسهل بكتير قوي يا جماعه من ان انا استخدم خيط او كده. هو يا دوبك سلوفانه وبلفها على بعض كذا مره وابتدي اربط بيها الفراخ. وعارفين انتوا بقى الصينيه بتاعتنا زي ما هي كده بزبدتها، حطيت عليها شويه من البصل مع شويه طماطم وكمان شويه بطاطس، وابتدي بقى اقلب كل ده مع بعضه بالتتبيله بقى بالزبده بالتوابل. ولو حسيت ان هي محتاجه توابل زياده بحط شويه بس لو هتاخدوا رايي زودوا شويه فلفل اسود في الخطوه دي، عايزه اقول لكم جباره. خلاص رجعت حطيت الفرخيه فوق البطاطس والكلام ده. هبتدي بقى دلوقتي ارش عليها شويه من التوابل، هكتبها لكم تحت الفيديو كلها. ولما خلاص كل حاجه بقت جاهزه لفتها بورق زبده وكمان ورق سلوفان. واهم حاجه تلفوها كويس جدا وما تخلوهاش تطلع البخار بتاعها لان البخار ده هو اللي هيسوي الفرخيه. فزي ما انتم شايفين كده انا كنت بلفها بضمير جدا جدا. وفي الوقت ده طبعا مش محتاجه ان انا اقول لكم ان احنا بنبقى مشغلين الفرن قبلها بشويه ودرجه الحراره تبقى 200. ودخلت بقى الصينيه الفرن وعايزه اقول لكم هي خدت بالظبط ساعه ونص. وهنا بقى بعد ما طلعتها عايزه اقول لكم بحب اسقسقها كده من الصوص بتاعها في الاخر، بحس بيبقى شكلها احلى وبتدي طعم برضه. ومش محتاجه اتكلم عن شكلها كتير، انا كان بقالي كتير قوي ما شفتش فراخ لا بره ولا جوه البيت بالمنظر ده. وطبعا الريحه حرفيا كانت قلبه الشقه، وبجد يا جماعه طلعت زي ما كانت في خيالي بالظبط. واخده لون حلو من بره والزبده مخليها طريه جدا، وطبعا الروزماري مخلي ريحتها تحفه مع كمان شويه التوابل اللي انا حطيتهم. عايزه اقول لكم الفرخايه دي لو جربتوها يعني ممكن تعملوها كل يوم تقريبا. ومش قادره اقول لكم بقى على الخضار اللي كان تحتها، البطاطس كانت دايبه مع البصل مع الطماطم، عايزه اقول لكم هتاكلوا صوابعكم وراها.